الزوج ديالك من كيسالي رمضان كيبغي يفاجئك. حنا بالنسبه للعيد ديالنا تنفيقوا في الصباح بكري بحال الاجواء مغربيه، تنفطروا تنسلموا على عائلتنا ونسلموا على احبابنا هنايا. الحمد لله الامارات بحال بلادنا الثانيه، الحمد لله اللهم لك الحمد، علاقه مزيانه. شاف نزهه، اهلا وسهلا. مرحبا اختي، مرحبا بك، كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. واش مبروكه؟ الله يبارك فيك. عاودي لي كيفاش كدوزي العيد ديالك في الامارات؟ بالنسبه للعيد في الامارات الاجواء تنعيشوها بحال اللي كاسين في المغرب. بالنسبه لنا حنايا خدامين في مطاعم مغربيه، يعني الاجواء كتكون عندنا بحال اللي كاسين في المغرب، مسمنا برغيفنا بغريرنا اتينا كلشي الاجواء ديال المغرب كنعيشوها هنايا تقريبا الحمد لله. شحال دابا وانت في الامارات؟ دابا ثالثه عيد، دابا 3 سنين. واحد العاده نزهه عندنا في المغرب الا كتعرفيها سميتها حق الملح، عاودي لي عليها شويه. بالنسبه لهاد العاده جميله عندنا وكنتميزوا بها حنا كمغاربه. يعني الزوج ديالك من كيسالي رمضان كيبغي يفاجئك وكيجيب لك واحد الهديه، المهم على حسب الاستطاعه، ولكن الاغلب اللي كيجيبوها شي حاجه ذهب، واخا تكون ما غالياش بزاف، ولكن المهم كتكون شي حاجه ذهب كعرفان لذاك المجهودات اللي دارتهم المراه ديالو في رمضان، بداك قيام وصيام وشغالات ديال الدار، فكتكون بحال عرفان ليها بداك المجهود اللي دارت. وهذه من العادات الجميله جدا، كنتمناوها تبقى في الرجل المغربي. وعيدكم مبارك سعيد.